بالإسلام أحيا. السلام عليكم. في نهاية السنة الميلادية يتكرر علينا حدثين ننكشوها في الإعلام أو وسائل التواصل، اللي هي عيد الكريسماس وعيد رأس السنة. الكريسماس عيد يحتفل فيه النصارى بميلاد الرب اللي هو يسوع أو ابن الرب. الاحتفال يكون عن طريق التهاني أو الهدايا أو شجرة الميلاد أو ظهور بابا نويل، ويكون في يوم 25 ديسمبر. أما عيد رأس السنة يكون في نهاية السنة الميلادية ليلة 31 ديسمبر. طبعا كل هالعيدين حرام الاحتفال فيها. طيب اللي يقول لك احتفال مو بعيد، يقول شيخ الإسلام بن تيمية: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعودة السنة أو بعودة أسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. طيب هل يجوز هنئهم فرضا لو كانوا معي في مقر العمل؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق. أخيرا يا أحبة، حنا مسلمين لازم نترك ديننا. أهل الجاهلية كان لهم يومين يلعبون فيها في السنة. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبدلكم الله خيرا منها بعيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن باب التحذير قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. شكرا لكم، وأرجو المساهمة في نشر هذا المقطع. وحدة الإعلام الرقمي بمكتب الدعوة بشقراء.